أكيد في حياتك عدى عليك ناس بدأوا من نفس المكان بنفس الظروف ويمكن نفس الإمكانيات. واحد فيهم ما شاء الله تلاقيه بعد سنة اتعلم واشتغل وطور من نفسه وبقى في حتة تانية، والتاني واقف في مكانه بيتكلم كتير وبيخطط أكتر لكن مفيش نتيجة. ساعتها أنت ممكن تسأل نفسك هو الفرق في إيه؟ هو حظ ولا فلوس؟ وقت ولا دعم؟ في الحقيقة معظم الوقت الفرق بيكون في حاجات تانية خالص. في الفيديو ده هنكتشف الفروق الصغيرة اللي بتعمل نتائج كبيرة، وليه في ناس بتوصل وناس بتفضل تحلم بس، وإزاي تحقق 99% من أهدافك. فلو عايز تعرف كل ده وأكتر خليك معايا وصلي على النبي ويلا بينا نبدأ. أنت ما بتوصلش لهدفك فجأة، هدفك بيتشكل يوم بعد يوم بعاداتك. الموضوع مش محتاج انك تبقى اذكى واحد ولا انجح واحد، الموضوع محتاج انك تبني عادة صغيرة تفضل تكرر فيها لحد ما تتقنها. يعني بما اننا اتكلمنا عن المذاكرة كتير الفترة اللي فاتت، هسألك سؤال بسيط وركز معايا. لو واحد بيذاكر 20 ساعة في اليوم طول الترم، وواحد تاني بيذاكر 12 ساعة في اليوم بس قبل الامتحان بيومين، تتوقع مين فيهم هينجح ومين فيهم هيجيب درجات أعلى؟ طب تعرف إن لو واحد بيقرأ 5 صفحات في اليوم بعد سنة هيكون مخلص 5 كتب أو أكتر على حسب حجم الكتب اللي هو بيقراها؟ والفرق اللي المفروض تتعلمه هنا إن الناجح بيجيبها شوية بشوية، لكن الشخص اللي واقف مكانه مستني يوم واحد يجي يغير له حياته كلها، وهو ممكن تضرب معاه ويوصل بس هيكون اتأخر كتير قوي عن ميعاده. وده يخليني ناخدك في نقطة تانية، إن الشخص الناجح مش بيستنى اللحظة المثالية، هو بيبدأ في اللحظة اللي قدامه. أي حاجة أنت نفسك تتعلمها أو تعملها أحسن وقت ليها كان امبارح، بس التاني احسن وقت ليها هو دلوقتي، فما تضيعش الفرصه وابدا فيها دلوقتي عشان ما تجيش بعدين تقول لي يا ريتني بدات من زمان. ودي حاجه انا شخصيا بندم عليها كتير، وبفتكر حاجات لو كنت بدات فيها من بدري شويه كان زماني في حته تانية خالص دلوقتي. بس ده مش معناه انك ترجع تقول انا كبرت على الحاجه وخلاص عدى وقت كتير والناس التانية بدات من زمان. لا كده صدقني انت بتضيع نفسك، لانك اتاخرت فانت بتاخر نفسك اكتر، وانت كده كده هتبدا، فهتيجي بعدين تلاقي نفسك متأخر بمراحل. كمان من الحاجات المهمة اللي بتخلي حد ينجح انه يشتغل حتى لو نفسه مش جايباه. الفرق بين اللي بيحقق هدفه وبين اللي بيفضل مكانه طول الوقت ان الاولاني عارف ان النجاح مش هيستناه، لكن التاني بيستنى لما يكون عنده مزاج. انت مش محتاج تتحفز عشان تبدأ، انت بس ابدأ وبعد شوية التحفيز هيجيلك. لما تشوف نتيجة تعبك بدأت تظهر والمكنة بتجيب قماش زي ما بيقولوا، فعلا هتبدأ تحس بالفرق، وده هيديك اكبر دافع انك تكمل. فما تخليش الزهق والتسويف يدمروا فرصتك. والشخص الناجح عمره ما بيلوم الظروف. اي شخص انت شايفه ناجح في حياتك هو عدى بظروف ومواقف كتير، لكن الفرق بينه وبين الشخص اللي ما بيتطورش ان التاني قاعد بيلوم الظروف، بينما الناجح عمال بيشوف ايه اللي ممكن يغيره بايده. ما تلومش حاجه انت مالكش سيطره عليها، في ملايين غيرك كانت ظروفهم اوحش من ظروفك، بس لما ركزوا على الحاجه اللي هم يقدروا يسيطروا عليهم قدروا ينجحوا. وده بينقلني للنقطه اللي بعدها، انك ما تخافش انك تغلط. كلنا بنغلط بس مش كلنا بنعرف نقوم. الناجح لما بيغلط ما بيشوفش الغلطه كعار، بيشوفها كدرس يتعلم منه ويقوم وما يكررهوش تاني. لكن الشخص التاني من اول وقعه بيعيط ويستسلم ويفضل قاعد مكانه. دايما في كورسات رياده الاعمال والناس التقيله في البيزنس هتلاقي عندهم مقوله ثابته بيقول لك fail fast learn faster، يعني اغلط بسرعه تتعلم اسرع. عندك مثلا ايلون ماسك مع سبيس اكس، شوف كم مره اطلق صاروخ لحد ما عرف يعمل الصاروخ اللي بيرجع مكانه تاني. لو كانوا من اول مره قالوا لا خلاص الموضوع فاشل واحنا صرفنا كتير ومش هينفع نكمل فيه، كان عمرهم ما هيوصلوا للاكتشاف ده. اليأس بيخسرك مرتين، فكفايه خساره واحده وخلي المحاوله الجايه نجاح. فشلت في مشروع بتحصل، شوف ايه اسباب الفشل وفكر فيها كويس وادرسها وتجنبها المره الجايه. سقطت في ماده مش اخر الدنيا، ركز شوف ايه اللي كان ناقصك، ليه ما عرفتش تذاكر كويس، ظبط الحاجات دي كلها وان شاء الله هتعدي في الملحق او الترم اللي بعده. لكن اللي بيفضل واقف مكانه هو اللي بيخلي كل غلطه تثبت ان هو فاشل، فما تكونش كده. فكده احنا هنقول الفرق بين الشخص اللي بيحقق اهدافه والشخص اللي بيفضل مكانه. ده بيبدا بحاجه صغيره، وده بيستنى اللحظه المثاليه. ده بيكمل حتى لو مش على هواه، وده بيستنى المزاج. ده بيفكر في اللي يقدر يعمله، وده بيلوم الظروف. ده بيعمل الغلط ويتعلم منه، وده بيستسلم بعد اول غلطه. انت كده عرفت ازاي تنجح. كل اللي باقي انك تطبق الكلام ده على حياتك. وقول لي ايه الحاجه اللي نفسك تنجح فيها بس مأجلها ومستني الفرصه. اظن بعد ما سمعت الكلام ده يا دوب تقوم تبدا دلوقتي. ولو انت لسه عندك امتحانات، دي فيديوهات ممكن تساعدك في المذاكره. كان معاكم مستق، وسلام.